النهارده هنتكلم عن مسجد تاريخي كان في الأصل سجن، ففي كل حجر في مساجد القاهرة القديمة شهادة فنية عن فترة مهمة في تاريخ مصر. النهارده مسجدنا السلطان المؤيد الشيخ أو المسجد المؤيد بيعتبر من أهم المساجد الأثرية اللي موجودة في مصر، وبيصف إنه فخر مساجد عصر المماليك الشراكسة. أمر ببناء السلطان المؤيد أبي النصر سيف الدين شيخ ابن عبد الله المحمودي الظاهري شركسي الأصل، لقب بالمحمودي نسبة إلى أستاذه الخواجة محمود شاه يزد، ولقب بالظاهري نسبة إلى الظاهر برقوق اللي اشتراه واعتنى، وكانت كنيته أبي النصر دلالة على إنه منصور في كل تحركاته وإن النصر لا يفارق. هو السلطان التركي ال28 اللي حكم مصر والرابع من الشراكس، ولد سنة 770 هجريا 1368 ميلادية. أمر ببناء المسجد سنة 1415، وتوفى المؤيد الشيخ سنة 1421. وقتها قبة المسجد كانت لم تكتمل بعد، وانتهى العمل بها في رمضان سنة 1421. المسجد بيضم ضريحين، الأول للسلطان المؤيد والتاني لأبنائه الصارمي إبراهيم، المظفر أحمد، وأبي الفتوح موسى. المسجد ده قصة. ففي بداية الأمر ده كان المسجد ده كان سجن بيعرف باسم الخزالة شمائل، سكن فيه المؤيد لفترة من الزمن بيختلف عليها المؤرخين، إلى الله إن لو تم نجاته من محنته وخرج من السجن بالسلامة فإن هو هيبني مكان السجن ده مسجد. وبالفعل سجن النهارده كان في أصل سجن. من هو النبي الذي يحبه إبليس؟